في 1:30 صباحاً من ليلة 18 مارس سنة 1965 توفى الملك فاروق الأول بعد أن تناول وجبة عشاء دسمة في مطعم إل دي فرانس الشهير بروما. يروى إنه في تلك الليلة أكل دستة من المحار وكمية من الجمبري وشريحتين من لحم العجل مع بطاطس محمرة وكمية كبيرة من الكعك المحشو بالمربى والفاكهة. شعر بعد تناول طعامه بضيق في التنفس وإحمرار في الوجه، ووضع يديه في حلقه، وحملته سيارة الإسعاف إلى المستشفى. وقرر الأطباء الإيطاليين بأن رجلاً بدنياً مثله يعاني ضغط الدم المرتفع وضيق الشرايين لا بد أن يقتله الطعام. وقيل إنه اغتيل بسم الأكوانيتين المدسوس في كوب عصير الجوافة على يد إبراهيم البغدادي، والذي كان يعمل جرسوناً بنفس المطعم. وإن نفى البغدادي هذه الرواية. رفضت أسرة الملك تشريح جثته، مؤكدة إنه مات من التخمة. كانت وصية الملك أن يدفن في مسجد الرفاعي إلى جوار أبيه وجده، إلا أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رفض هذا الطلب آنذاك. توسط الملك فيصل بأن يدفن الملك فاروق في مصر، فوافق عبد الناصر، ولكنه اشترط ألا يدفن في مسجد الرفاعي. وفي الليل تم دفن جثمانه في إحدى مقابر الأسرة بتكتم شديد. بعد وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، سمح الرئيس محمد أنور السادات بدفنه في مسجد الرفاعي، حيث تم نقل رفاته ليلاً تحت الحراسة الأمنية إلى المقبرة الملكية بالمسجد في القاهرة، ودفن بجانب أبيه الملك فؤاد وجده الخديوي إسماعيل.